المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء والمستهل بالعناوين. الإريتريون المقيمون في إسرائيل يحتفلون بعيد الاستقلال. وزارة الأراضي مياه والبيئة تدعو للتصدي المشترك ضد التلوث البيئي. الشباب في أعصابها يتفقدون البرامج التنموية الجارية في مناطقهم. مسلحون يقتلون 13 مدنيا في شرقي الكونغو. كوريا الشمالية تحذر أمريكا من الضغوط المستمرة عليها. رئيس أوكرانيا الجديد يبدي استعداده للتفاوض مع روسيا. السلام عليكم ورحمة الله. إلى حضراتكم هذا التصريح الصحفي. ليس خافيا بأن الاتحاد الإفريقي أصبح عبئا منذ البداية على إفريقيا ولم يلبي رغبات شعوبها، فضلا عن فشل جهود محاولات إصلاحه. والأنكأ من ذلك ليس ضعفه بل الذرائع والتغطية التي يقوم بها لتبرير التدخلات الخارجية. إن المسرحية التي أبداها في التطورات السودانية تعتبر أقرب مثال بسيط، وتقول الحكومة الإريترية: كفوا أيديكم عن تأزيم الوضع السوداني. وزارة الإعلام أسمر 5 يونيو 2019. أحيا الإريتريون المقيمون في المدن الإسرائيلية في الأول من يونيو الجاري مجتمعين في مدينة تل أبيب الذكرى 28 لعيد الاستقلال بحفاوة كبيرة. وألقى القائم بأعمال السفارة الإريترية في إسرائيل السيد سلمون كنفه كلمة أوضح فيها بأن الشعب الإريتري انتصر بفضل ثقافة الصمود والتصدي القوية لكافة أنواع المؤامرات والمكائد التي واجهها خلال 20 عاما مضت، مستهدفة استقلاله وسيادته لينتقل إلى مرحلة جديدة مبشرة، معبرا عن تهنئته الحارة للشعب الإريتري وقوات دفاعه الباسلة. وقال السيد سلمون إن عهد السلام الجديد مفعم بالتحديات أيضا مثل ما يتيحه من فرص إيجابية، منوها إلى أن ذلك وكمواطنين يحملنا مسؤولية تاريخية للعب دور كبير عبر وعي قوي وتأطير متين. وأحيا البرنامج كوكب من الفنانون الكبار والمخضرمين أمثال الفنان العملاق تخلة كفلماريام والدتخول. احتفل الإريتريون المقيمون في بريسبن الأسترالية وأتلانتا الأمريكية بعيد الاستقلال. أشار قنصل إريتريا العام في أستراليا السيد محاري تخستي في احتفال بريسبن إلى خصوصية احتفال هذا العام وتوقيته، موضحا المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق المواطنين للحفاظ على السلام الذي تحقق. وقال السيد محاري تخستي بأنه قد تم تخطي زمن المؤامرات والعدائيات بالصمود القوي للشعب الإريتري، مشددا على العمل لتدعيم السلام بالتنمية. وشكر رئيس الجالية الإريترية في بريسبن السيد دبساي صهيه كافة المواطنين والمساهمين لإنجاح وحفاوة الاحتفال، مؤكدا جاهزية الجالية لإنجاح البرامج الموضوعة. وشهد الاحتفال فعاليات ثقافية وفنية تعكس التضحيات من أجل الاستقلال. كما احتفل الإريتريون في أتلانتا الأمريكية بعيد الاستقلال بعروض عكست تراث ووحدة القوميات التي أعدها أطفال الأمانة. وقدمت الجالية الإريترية في المناسبة الشهادات التقديرية للطلاب الذين أكملوا المرحلة الثانوية هذا العام. دعت وزارة الأراضي والمياه والبيئة إلى التصدي المشترك للتلوث الهوائي والحد من الآثار الصحية التي تصيب الإنسان وغيره من الأحياء. في التصريح الذي أصدرته الوزارة بمناسبة 5 يونيو اليوم العالمي للبيئة، أوضحت أهم العناصر المؤدية إلى التلوث البيئي، ومنها أن أغلب القلق الناجم عن التلوث الهوائي هو نتاج الخطوات الإنسانية الجارية لتحسين الحياة المعيشية وأنشطة الإنتاج الغذائي ومختلف المواد الاستهلاكية وتوفير خدمات المواصلات العصرية وإنشاء الطاقة للترفيه والتسلية والثروة الغابية المستهلكة لتوسيع الأراضي الزراعية.
ويشير التصريح إلى الأمراض الناتجة عن التلوث الهوائي إضافة إلى الأمراض المزمنة والوفيات أنه يؤثر بشكل أساسي ومباشر على الجهاز التنفسي عند الإنسان ويصيبه بأمراض صعبة مثل التعرض لوقت وجيز للهواء الملوث، ويصيب العيون والأنف بالأمراض أيضا، ويعمل على جفاف الحلق وارتفاع معدل الحموضة في المعدة والربو والتهاب الصدر والشعب الهوائية. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في تقريرها السنوي لعام 2014 بأن التلوث الهوائي في المدن وداخل المنازل السكنية أدى إلى وفاة 7 ملايين شخص في العام 2011، وتوقعت بأن يرتفع هذا العدد في العام 2019 إلى 8.8 ملايين شخص، مشيرة إلى أن الحد من الأنشطة الإنسانية المؤدية إلى التلوث الهوائي يلعب دورا أساسيا ورئيسيا للوقاية من الأضرار الناتجة عن التغير المناخي. في الختام، دعا التصريح الصادر عن وزارة الأراضي والمياه والبيئة بأن الوقاية من التلوث الهوائي والاحتباس الحراري العالمي مهمة لا تترك لدول معنية معينة، بل ينبغي على كافة الدول المساهمة الفعالة من أجل إنجاح ذلك. ويحتفى باليوم العالمي للتلوث البيئي هذا العام للمرة 47 تحت شعار دحر تلوث الهواء. عقد القائم بأعمال السفارة الإريترية في الولايات المتحدة الأمريكية سيد برهان قبرهيوت سمينارا للإريتريين المقيمين في شيكاغو وإنديانابوليس حول الأوضاع في البلاد والمنطقة. وقدم السيد برهان في الاجتماع الذي حضره أعضاء المنظمات الجماهيرية توضيحا موسعا حول اتفاق السلام بين إريتريا وإثيوبيا وتطوراته في المنطقة. وقال السيد برهان إن الصمود والوحدة هما أساس نضال وانتصار الشعب الإريتري، وإن السلام الذي تحقق نتاج هذه القيم، داعيا الشعب الإريتري في الداخل والمهجر للحفاظ على هذه القيم لضمان السلام واستمراريته وتعزيزه. في الختام، أجاب على استفسارات وأسئلة الحضور الذين أكدوا الإيفاء بكل المتطلبات، كما قدم عضو السفارة السيد داويد هايله شرحا حول الخدمات القنصلية والأسلوب الجديد الذي تم إدخاله لتسريع الخدمات. تفقدها 80 من الشباب والطلاب الناشطين في الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا بعصب تفقدوا البرامج التنموية الجارية في مناطقهم من أجل تعزيز معارفهم. وأشار مراسل وكالة الأنباء الإريترية إلى أن الزيارة التفقدية التي نظمها فرع الشباب في إقليم جنوب البحر الأحمر تركزت على أعمال إنتاج الملح ومصفاة الوقود. من جانبهم قدم العاملون في المؤسستين توضيحا مسهبا حول الخلفية التاريخية وقدرة الإنتاج، وأكد الشباب في الآراء التي أدلوا بها على تعزيز إسهاماتهم في البرامج التنموية. فاصل أيها السيدات والسادة ونعود لمواصلة الأخبار. قال مسؤول محلي إن 13 مدنيا قتلوا في منطقة يتفشى بها فيروس الإيبولا في شرقي الكونغو في هجوم على يد جماعة يعتقد أنها مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية. وقال نائب رئيس بلدية مدينة بيني بشرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية إن متمردين من جماعة القوى الديمقراطية المتحالفة استهدفوا منطقة في المدينة. وأضاف أنهم كانوا على الأرجح يردون على حملة للجيش الكونغولي في الأسبوع الماضي أسفرت عن قتل 26 من أعضاء الجماعة. وكانت بيانات حكومية قد أظهرت أن عدد حالات الإصابة بمرض الإيبولا في شرقي الكونغو تجاوز 2000 حالة، مع زيادة معدل الحالات الجديدة إلى 3 أمثالها، وتعطل جهود الاحتواء المرض في المنطقة النائية المضطربة. وأسهم افتقار الثقة في العاملين بقطاع الصحة وهجمات ميليشيات مسلحة على عيادات علاج الإيبولا في تصاعد ما أصبح الآن ثاني أسوأ تفشي للفيروس في السجلات. حذرت كوريا الشمالية الولايات المتحدة من احتمال تعرض الاتفاقات التي توصل إليها زعيما البلدين في سنغافورة العام الماضي للخطر بسبب ضغط واشنطن المستمر بلا داع على بيونغ يانغ للتخلص من أسلحتها النووية. وجاء التحذير بعدما ذكرت وسائل إعلام أن كوريا الشمالية
عاقبت بعض أعضاء فريقها الذي قاد التفاوض مع الولايات المتحدة قبل فشل القمة الثانية بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي في فبراير، وحذرت كوريا الشمالية من أنه إذا لم تأتي الولايات المتحدة بجديد قبل أن يفوت الأوان فإن البيان المشترك سيتحول إلى مجرد ورقة خالية. وقالت كوريا الشمالية إنها ستواصل الالتزام بالبيان المشترك ما دامت الولايات المتحدة قادرة على إيجاد منهج بناء. قال الرئيس الأوكراني الجديد فولوديمير زيلينسكي إنه مستعد للتفاوض مع روسيا لإنهاء الحرب في شرقي أوكرانيا، لكنه سيتمسك بالهدف الذي أعلنته الحكومة السابقة بالانضمام إلى حلف شمال الأطلسي. وقال زيلينسكي في مقر حلف شمال الأطلسي إنه سيحافظ على بقاء أوكرانيا على طريق للتكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي، وإن من بين أهدافه الرئيسية تنفيذ إصلاحات أمنية داخلية لتقريب البلاد من حلف شمال الأطلسي. والتقى زيلينسكي مع جان كلود يونيكر رئيس المفوضية الأوروبية في بروكسل في وقت سابق، ومن المرجح أن تطمئن تصريحات زيلينسكي خلال أول زيارة يقوم بها إلى خارج البلاد كرئيس لأوكرانيا الحكومات الغربية التي لها استثمارات ضخمة في بلاده. في اختبار لمهارات الزحف الخاص بهم شارك 25 طفلا في المسابقة السنوية لسباق الطفل في ليتوانيا، وتراوحت أعمار الأطفال المشاركين بين 7 أشهر وسنة، وتنافسوا مع ارتفاع درجات الحرارة على طول سجاد بطول 5 أمتار وسط تشجيعات صاخبة من أولياء أمورهم. وأصبح هذا الحدث رياضة يحبذ الكثير مشاهدتها منذ أن تم تنظيمه لأول مرة في العاصمة فيلينيوس قبل 20 عاما. وصلنا سادتي إلى ختام نشرة أخبار هذا المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.